السلام عليكم. في واحد بيسأل يا جماعة، بيتكلم على ان هو في تانية ثانوي وداخل على تالتة وعايز يقدم على في جامعة في امريكا، بس هو عايز يجهز نفسه ازاي للمنح. طيب بص، نظام المنح بيبقى عن طريق حاجتين. الحاجة الاولانية بتبقى عن طريق جامعة، الجامعة دي هي اللي بتديك المنح من نفسها. الطريقة التانية في شركات زي مثلا بيبسي وكولا ومش عارف ايه، والشركات دي كلها هي بتدي منح للطلاب، بس دي بتبقى اصعب شوية. لو انت عايز تعرف ازاي المنح او ايه الريكوايرمنتس بتاعت المنح، تقدر تخش على اي جامعه اللي انت حابب تاخدها تخشها، وهتشوف ايه السكولرشيبس وهما بيدوا قد ايه منح وبكام وازاي، يعني ازاي هتاخدها، فاهمني؟ فكل جامعه ليها نظام معين، بس في الاغلب الجامعات بتدي منح على حسب حاجتين. رقم واحد، لو انت اللغه بتاعتك كويسه وداخل على التخصص على طول. رقم اتنين، الدرجات بتاعتك. دي اهم حاجتين، مفيش اي حاجه تالت يعتبر. في حاجات تانية طبعا بتبقى على حسبها، بس دول اهم حاجتين، انت لغه، ورقم اتنين اللي هو الدرجات بتاعتك في الثانويه العامه، او انت بتنقل من مكان لمكان وهكذا. بس